السلام عليكم متابعي الكرام، مرحبا بكم معايا في قناه عالم امريتاج. اتمنى يا رب تكونوا في احسن الاحوال وبصحه جيده. فيديو جديد اللي غنقدم فيه كيكه في المقلاة اللي كتجي سهله واقتصاديه وبمكونات بسيطه. الا عندك غير بيضه وجدي معايا هاد الكيكه اللي كتجي رائعه وهشيشه. وبسم الله على بركه الله نبداو الطريقه ديال التحضير. اول حاجه كناخذوا واحد الاناء اللي كنوضعوه فيه بيضه تكون كبيرة في الحجم وتكون بدرجة حرارة المطبخ. من بعد كنضيفوا قبيصة ديال الملحة لتحسين الذوق، وكنضيفوا ملعقتان من السكر سنيدة. ما تكثروش السكر. وكنضيفوا ربع كأس من الزيت المائدة، وواحد فاني للتنسيم، وكنخلطوا المكونات مزيان حتى كيتضاعف حجم البيض وكيبيض اللون ديالو. صافي كنستمر في تطراب البيض، ومن بعد كنضيف الحليب، ما يعادل كأس من الحليب ديال العنبه اللي كنضيفه بالتدريج كما كتشوفوا في الفيديو موضح. ومن بعد كندوزو النواشف اللي كنضيف الكأس الاول من الدقيق اللي طبعا غربلته من قبل. كتاخذ لكم هاد الكيكه كأس ونصف من الدقيق. دائما الدقيق يكون من نوعيه جيده. وفي الاخر كنضيف النصف الكأس المتبقي وكنخدم مزيان. الخليط ما يجيكمش ثقيل وما يجيش خفيف، عينكم ميزانكم. انا تبقى لي الخليط اللي ضفت عليه غير شويه ديال الدقيق باش يجيني متماسك الخليط. من بعد كنضيف قشور حامضه، وكنضيف كيس من الخميره الخاصه بالحلويات، وكنخدم الخليط كما كتشوفوا. هذا القوام المطلوب، ما ثقيل ما خفيف. ومن بعد كناخذ واحد القليل من الخليط كما كتشوفوا اللي غنضيف ليه الكاكاو المر، غير 3 ديال المعالق او 4 المعالق، ما تكثروش. كنحطو جانبا، وكنضيف عليه كيس من الكاكاو. كما كتعرفوا ان الكاكاو كيشرب، انا غنخلط مزيان. اللي شرب الكاكاو غنضيف ليه قطرات من الحليب باش يتفك لكم داك الخليط اللي عندكم. ومن بعد كنضيف قطرات من الحليب باش نفك داك الخليط مزيان، حيت كاكاو كيشرب طبيعي. صافي من بعد ما فكيت الخليط كما كتشوفوا هذا القوام ديالو. وتوحد اللون ديال الكاكاو. كنجيب المقلاة اللي دهنتها بشويه الزيت ورشيتها بالدقيق. الا متوفر عندكم الزبده، انا ما توفرتش عندي، من الاحسن. وكنصب الخليط كما كتشوفوا. كتجي كيكه رائعه، غير جربوها. صافي من بعد ما صبيت الخليط في المقلاة، تكون المقلاة ما كتلصقش، من الاحسن.
كنحرك المقلاة باش ياخذ لنا الحجم ديال المقلاة الخليط يتساوى معكم. و داك الخليط ديال الكاكاو اللي وضعته في واحد البلاستيكه وكنوضعو فوق الخليط بهذه الطريقه. هذه كتجي طريقه رائعه وراقيه في المنظر. غادي يتنال الاعجاب ديالكم باذن الله. كنستمر كما كتشوفوا. هاد الطريقه جديده في تزيين الكيكه وكتجي رائعه وسهله في التحضير ديالها. كتجي منظر رائع في الكيك. صافي من بعد ما نكمل التزيين ديالها غنجيب واحد كوردو وغندور بهذه الطريقه. هذه غنرشم. طريقه سهله هذا الشكل اللي خرجنا كيجي رائع. صافي من بعد غنوضعها فوق النار تكون عافيه مهيله كما كتشوفوا. كنخليوها فوق النار 7 ديال الدقائق من بعد ما نغطيوها باش ترجع عليها الحراره. من بعد ما غادي نفكوها من التحت راه ما تلتصقش معكم دغيا كتفك. كنقلبوها ونتركوها 3 ديال الدقائق دغيا كتحمر. ما تخليوهاش اكثر من 3 دقائق. غير فكوها من الجوانب راه كتقلب بسهوله. وندوزو باش نشوفوا الشكل النهائي. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه في المقلاة اللي قدمت معكم اليوم، اللي كتجي كيكه رائعه وهشيشه كما كتشوفوا وشكلا ومذاقا. غير جربوها غادي تنال الاعجاب ديالكم. كما كتشوفوا القوام ديالها انا قطعه واحد المورسو باش تشوفوها من الشكل ديالها من الداخل اللي كتجي بصراحه رائعه ولذيذه بالنكهه ديال الحامض. غادي تنال الاعجاب ديالكم. كما كتشوفوا راه كيكه رائعه وسهله في التحضير وكتوجد في وقت وجيز. وإلا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لايك واشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. وما تنسونيش من تعاليقكم اللي كتشجعني وكتخليني نعطي الافضل ما عندي في هذا المجال ديال الطبخ. ودمتم في رعاية الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم.